هذه الندوة الصحفية التي سنتطرق فيها إلى قضية عالجتها محكمة لمسان اليوم، وتتعلق بتفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة، إذن وعملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن أجل تنوير الرأي العام وتفادي انتشار أي معلومات غير كاملة وغير صحيحة بخصوص هذه القضية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية بذلك، وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي وموافتنا بالنتائج. وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وكذا جزائريين. بتاريخ 28 أوت 2024 تم توقيف 6 أشخاص، 3 من جنسية مغربية و3 أشخاص من جنسية جزائرية، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 46